يطالب فلاحو منطقة ولد خالد ببلدية الحمة في ولاية خنشلة من السلطات المعنية إيجاد حل عاجل لمشكل الأعمدة والكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي التي باتت تشكل خطرا على حياتهم وممتلكاتهم وعطلت نشاطهم بعد تغيير مكانها من أجل إنجاز مشروع السكة الحديدية. يقول طارق مامن في هذا التقرير. يعيش فلاحو أولاد خالد ببلدية الحمة بخنشلة ويوميا على هاجس الخطر الذي ظل يحدق بهم منذ شهر نوفمبر الفارط بعد سقوط أعمدة كهربائية من الضغط العالي أيام فقط بعد تحويل موقعها لإنجاز مشروع محطة السكة الحديدية، فتحولت حياة الفلاحين إلى جحيم يهددهم وعائلاتهم إضافة إلى محاصيلهم الفلاحية. فلاح هنا في مستولة خالد بحذا المحطة طاحوا الخيوط نتاع الكهرباء، من ثم حرموا عليا باه نخدم بلادي، ولا تخرج هايشة ولا يمشي محراض ولا ماشينة ولا والو، الأرض تبقى طبور. عندنا مشكل نتاع لي كابل هذا واللي طاحوا وهما 8 بطوات اللي طاح الكابل نتاعهم، رانا شكينا ما لقينا عندنا من نشكيو، رحنا للدائرة رحنا للبلدية اللي طاح في الأرض. وعندي خويا قاصر ما يشوفش، ولو كان يخرج يطيح يموت، والولاد نتاعنا ثاني كيف والغلم نتاعي والبقرات نتاعي راني كاريهم من بعيد. كاميرا الشروق تنقلت إلى مقر المجلس الشعبي البلدي والتقينا برئيس البلدية الذي كان له ردا في الموضوع. اتصلنا بسونا القصر وحكينا لهم الموضوع وقالوا لنا باللي غدوه ان شاء الله رانا نخرجوا للميدان ونعاينوا هذا الخلل هذا، وفي اقرب وقت راهو نحلوا هذا الاشكال هذا. واحنا كبلديه راني شكلت لجنه باش تخرج العشيه للميدان وتشوف الاشكال. سقوط الأعمدة الكهربائية وغياب مؤسسة سونالغاز الراعي الرسمي للقضية يرهن حياة هؤلاء الفلاحين الذين يتخوفون من حدوث كارثة لا محالة، خصوصا خلال فصل الشتاء القادم.